وانت مخلي الموضوع اصلا داعشي. يعني انت لوحدك اسلوبك وكلامك ومعلوماتك وكذبك 24 ساعه على الناس، انت اللي مخلي اسلوبك وفكرك انت اللي داعشي. ويهدينا جميعا يا ابراهيم يا عز. يعني انا الحمد لله دلوقتي لو انا بايد الشيخ الشعراوي وبايد الفكر بتاعه وبايد الفيديوهات بتاعته وبعشق الشيخ الشعراوي، فانا كده من وجهة نظر ابراهيم عيسى اصبحت داعشي، انا وكل اللي بيأيدوا وبيحبوا الشيخ الشعراوي. انتوا متخيلين مدى الفجر اللي اعلامنا وصل ليه؟ مدى البجاحة والكذب والتدليس والتزوير اللي بقى مباح بالنسبة لهم وليهم 24 ساعة. يعني الأول كانوا بياخدوا مثلا مقاطع وياخد جزء من المقطع ويبدأ يقصه ويطلع المعلومة ناقصة بالشكل اللي هو عايز يعمله. دلوقتي بقى بكل بجاحة والعياذ بالله وكذب وتدليس بقى بياخد المقطع اللي هو أصلا مش موجود وياخده من خياله ويخلق مقطع لينا ويقول لك كده ايه، بيلعب معانا على نقطة بنت لذينه. يقول لك الناس بتكسل تراجع ورا حد معلومة، فهو هياخد مني المعلومة فهيسمع. لو هو مؤيد هيبدأ الفكر بتاعه يروح ويجي، لو هو كده كده معارض وكان بيفكر يروح شوية عمره ما هيفكر يروح، لأن كده كده محدش هيعد ورايا، لأن اللي بيعد ورايا يتعدوا على صابع الإيد الواحدة والعقلة الواحدة ومصيرنا هنخلص منهم، زي عبد الله رشدي وغيره 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 وغيره. بيردوا على الأشكال الضالة اللي بقى تطلع تضلنا علني بكذب وافتراء صريح على ناس بين ايدين ربنا. انا اقسم بالله مستني اللحظه، يعني ربنا يهديك قبل ما ياخدك ويهدينا جميعا قبل ما ياخدنا. انتوا كلامكم وطريقتكم هي اللي داعشيه، اقسم بالله اسلوبكم وطريقتكم هو اللي بيخلق الفتن. هات لي شيخ من اللي بيطلعوا دلوقتي، سواء امير منير، عبد الله رشدي، غيرهم اي حد بيطلع دلوقتي يقول معلومه للناس، بيحرض الناس على فتنه، بيتكلم في الدين مثلا يقول لك ده كافر وده مسلم وده كذا وده ملحد وده. محدش بيتكلم في اي التفاصيل دي خالص، الا لو حد يتكلم فيها بيكون بيرد على ظلم وكذب وافتراء وتدليس زي اللي انت بتعمله يا ابراهيم يا عيسى. يا ابراهيم يا عيسى اللي ماسك لي عامل لي فيها انت ملك اللاين، تيار الليبراليه والعلمانيه، وانت مخلي الموضوع اصلا داعشي. يعني انت لوحدك اسلوبك وكلامك ومعلوماتك وكذبك 24 ساعه على الناس، انت اللي مخلي اسلوبك وفكرك انت اللي داعشي. اللي بيسمع منك مثلا انت اكيد زيك زي اي حد فيك جزء ولو بسيط كويس، كلنا فينا وعلينا، بس للاسف السم عندك مليان كتير، مش شخص مع حد، انت للاسف والعياذ بالله السم عندك مع الاسلام، وللاسف انت محسوب عليه مسلم وانت بتقعد تقول حاجات صدقني وربي كفيله توصلك للقيل والقال. ابعد، النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا اياكم والشبهات، بلاش جو الترندات ده. طبعا انت مش بص على الترند اللي هو الترند اللي احنا نعرفه في الميديا، لا، طب بص على الترند الدنيوي. انت عايز توري الغرب ان انت عنتيل، عارف انت عنتيل المحله، انت بقى عنتيل مصر هنا في الليبراليه والعلمانيه. انا هقدر انفذ لكم الاجنده بتاعتكم، مش هتعرف وربي ما هتعرف طول ما في عينات كده الناس الشريفه اللي انت بتترعب منهم من لسانهم، مش هتعرف يا ابراهيم يا عيسى. يا اللي مش عارف انت مع الاسلام والقران ومع الاذان ومع الحجاب ومع الشيوخ، ايه يا اخي انت عايز ايه يا ابني؟ انت يا ابني ربنا يهديك قبل ما ياخدك، ربنا يهديك قبل ما ياخدك. ويهدينا جميعا يا ابراهيم يا عز. صلى على الحبيب.